في محلات مثلا بحما وبحلب ما فيك تنزل بقى المرأة على البحر، ممنوع. البصارة ماجي فرح من كتر ما بتتنبأ بالمستقبل بطلت تعرف شو هو الحاضر. انت يعني ضد الثورات؟ ايه ضدها. حتى بسوريا كنت ضدها من الاساس؟ طبعا. إعلامية ومحللة سياسية واجتماعية واقتصادية وجغرافية وذات إمكانات معرفية معدومة. أنا بتعرفي شو بحسه للسيد كدد؟ كأنه مسيحي، كأنه هو عم بينفذ قيم المسيح، مش مسيحي بمعنى بالإيمان. أطلت علينا أم الفوف من يومين لتقول لنا بكل صدق وشفافية أن النساء في حلب وحماة منعن من السباحة. في محلات مثلا بحما وبحلب ما فيك تنزل بقى المرأة على البحر، ممنوع نزول المرأة، مع أنه كانت هي سوريا متاحة لمين ما كان، يلي بيحب هيك واللي بيحب هيك. واللي بده يقلنا وين البحر بحلب وحماة أكيد ما بيعرف إنه حكومتنا نقلت البحر لهنيك من كم يوم بس متساترين على الخبر. ولكن بما أن أم الفوف بصارة لا يشق لها غبار، قدرت تعرف قبل الكل. ماجي تقول أن حسن نصر الله هو شخصية فريدة وصعب أن يتكرر، وأنه كان قادراً على أن يأخذ الجميع معه. لو السيد بعده هلأ موجود كان كل اللي عم بصير كان غير وضع. شفتي لو موجود هلأ كان قدر أخذ الناس إلى ربما إلى موقع آخر. شو خسر؟ إما هو فعلاً أخذهم بس على جهنم. أنا إعلامية وأنا حكيت مع سياسيين كتير، شيء فريد من نوعه، يعني شيء ما شفتي هيك قدرة على الظهور، بيحكيك ساعة بتنطري ساعة عم تسمعي. وتتابع حديثها الصادق الأمين وتقول بأن حزب الله ولا مرة قتل حدا بلبنان. شخصية جامعة، ولا مرة حاولوا يعملوا شيء بالداخل. إلا كم ألف اغتيال و1000 عملية خطف و100,000 عملية سرقة، ويا دوب قتلوا كم 100,000 بسوريا. وقبل ما ننسى قال كمان هي ضد الثورات وخاصة الثورة السورية. انت يعني ضد الثورات؟ ايه ضدها. حتى بسوريا كنت ضدها من الاساس؟ طبعا. أنا كنت ضدها أكيد. بعيدا عن هذه المخلوقة وتخريفاتها، يبقى السؤال: إلى متى سيبقى لبنان منصة تحرض على سوريا وأمنها وتجمع القتلة والإرهابيين من كل صوب وحدب؟ ما قدمته الثورة السورية للبنان بإمكانية أن يصبحوا دولة مستقلة وذات سيادة هو شيء لن يتمكن من تحقيقه ولو بعد 1000 سنة. ورغم ذلك يصر لبنان وحكومته وحزبه أن يثبتوا للعالم أنهم دولة مارقة. والكرة الآن في ملعب الشعب اللبناني. برأيكم هل ينجح الشعب اللبناني بالتحرر من هذه الطغمة الحاكمة؟